ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. بما اننا في اهم ايام في رمضان، فنحاول ان احنا تركيزنا كله في اننا نخرج من الايام دي واحنا اقرب لربنا، واحنا ربنا غفر لنا كل ذنوبنا. هقول لكم على 5 حاجات نعملها الايام دي، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ عليها، ولو احنا ما كناش بنعملها من اول رمضان نبدأ حتى الايام دي ان احنا نعملها. اول حاجة وهي قيام الليل او التراويح. اللي ما كانش بيصلي تراويح من بداية رمضان يبدأ يصليها من دلوقتي، حتى لو ركعتين او 4 ركعات. صدقوني ده اجمل واكتر وقت انت تقدر ان انت تكلم ربنا فيه وتدعي له بكل اللي نفسك فيه، وتطلب منه ان هو يغفر لك كل ذنوبك. تاني حاجة وهي الدعاء والذكر والتسبيح. على قد ما تقدر طول ما انت قاعد اقعد ادعي ربنا كتير بكل حاجة نفسك فيها، مهما كنت شايف ان الحاجات اللي انت بتدعيها دي صعبة جدا ان هي تتحقق او بقالك كتير نفسك فيها بس برضه مش بتتحقق. صدقني مفيش اي حاجة مستحيلة عن ربنا، وادعي ربنا ان هو يغفر لك كل ذنوبك مهما كنت شايف الذنب اللي انت عملته كبير، او ان انت دايما تعمل الذنب وتتوب وبعد كده ترجع للذنب تاني. لا، ادعي ربنا ان انت يغفر لك، وصدقني ان هو هيغفر لك، لان ربنا بيحب ان احنا دايما نرجع له مهما اذنبنا ومهما كنا شايفين نفسنا وحشين. هو هيسامحنا وهيغفر لنا مادام احنا فعلا نيتنا صادقه من جوانا. وفي دعاء حاول على قد ما تقدر الايام دي ان انت تقوله على طول ما انت قاعد، وهو اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تالت حاجة وهي الصدقة. حاول ان انت تصدق على قد ما تقدر حتى لو بمبلغ بسيط، وبلاش ان انت تستصغر المبلغ اللي انت مطلعه، لان صدقني المبلغ ده مهما كان صغير فهو معناه كبير قوي عند ربنا. رابع حاجة وهي إطعام الطعام. لو قدرت ان انت تفطر صائم مهما كان الفطار اللي انت هتعمله له ده حاجة بسيطة قوي، حتى لو انت كنت شايف ان لا انا مثلا ان انا ادي تمرة لحد لا دي مش حاجة كبيرة، صدقني اعملها لان دي ثوابها كبير جدا عند ربنا. خامس حاجة وهي اخر حاجة وهي قراية القرآن. حتى لو انت ما كنتش بدأت من اول رمضان ان انت تقرأ، او انت بدأت ووقفت فحسيت ان انا مش هقدر اختمه، لا كمل قراية، وصدقني هتلاقي ربنا بيقويك وبيساعدك ان انت تقراه كله وتختمه باذن الله على نهاية رمضان. ولو بذلت كل جهدك وما ختمتوش فكفاية عند ربنا ان انت حاولت، وثواب القراية اللي انت اخدته ده عند ربنا كبير جدا. كلمة أخيرة حابة إن أنا أقولها، نحاول على قد ما نقدر إن إحنا ما نفقدش تركيزنا الأيام دي، ما نخليش تركيزنا يتشتت بحاجات تانية، سواء خروج أو مسلسلات بنحب إن إحنا نتفرج عليها، أو أي حاجة ممكن تأثر عن قربنا لربنا الأيام دي. نحاول إن إحنا نبعد عنها شوية ونركز كل تركيزنا إن إحنا نقرب لربنا أكتر، وربنا يغفر لنا جميعا ويحقق لنا كلنا كل اللي نفسنا فيه. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.